مع دخول فصل الخريف او تغيير الفصول كتير مننا بيجيله دور برد او زكام، بس ليه دايما في الوقت ده؟ تعالوا نعرف سوا. اول حاجه تغيير درجه الحراره. في الخريف والشتاء بنفقد فيتامين دي وده بسبب قله الشمس وده بيضعف المناعه. وتاني حاجه انخفاض الرطوبه. الجو الجاف بينشف الاغشيه المخاطيه في الانف والجهاز التنفسي فبتبقى اقل قدره على حجز الفيروسات. طب تعالوا نشوف بقى هنعالج الزكام ده ازاي. اول حاجه شوربه الفراخ مهمه جدا لانها بترطب الجسم وبتخفف الاحتقان. تاني حاجه الثوم وده بيحتوي على مضادات البكتيريا والفيروسات وده بيساعد في تقويه المناعه. كمان الاسماك الدهنيه زي السلمون غنيه بالاوميجا 3 اللي بتقوي المناعه. ولازم نهتم بالعصائر الطبيعيه زي البرتقال والجوافه لانها غنيه بفيتامين سي. وطبعا بقى مشروبات دافيه طول اليوم، شاي اخضر، شاي بالنعناع، زنجبيل، ليمون دافي، واي نوع شاي نضيف عليه عسل وليمون. كل الحاجات دي بتساعد على تقويه جهاز المناعه وتقليل الاحتقان. واخر حاجه لازم نحافظ على شرب الميه لانها بتساعد على ترطيب الاغشيه المخاطيه. وكمان نغسل ايدينا بانتظام ونحافظ على تهويه المكان كويس.